لا مش بعيط، ده البصل بعمل لكم بصوا عشان تعرفوا بس ان احنا بنطبخ بدموع عينينا. في ناس بقى بتحب تغسل البصل وفي ناس ما بتغسلوش، يا ترى انتوا من انهي نوع؟ قولوا لي تحت في التعليقات هل بتغسلوه ولا ما بتغسلوه. اتعلمت في الكبه لو هنعمل حاجه ان زي الخضره البصل الحاجه اللي عايزينها تبقى زي التقطيعه بتاعت ايدينا نقطعها، يعني نقطع في الضربه، ما نخليهاش الضربه متصله، يعني نخليها متقطعه كده. تعالوا نجرب مع بعض. هنعمل اول سرعه. بسم الله. كنت واقفه هعمل البصل وبرده مرضتش اعمله من غيركم، فيلا بينا نفرمه في الكبه. بس قبل ما نفرمه في الكبه حابه اقول لك كام معلومه كده على السريع. اول حاجه البصل الجديد نزل، اللي انا هعمله ده مش الجديد بس هو الجديد نزل. انا بقول لك بقى الحقي هاتيه كده وهو سعره حلو، وكمان احنا داخلين على رمضان فانجزي حالك. بصي، اول حاجه لو انت مش هتجيبيه جمله وهتنقي، لما تيجي تنقي احجام مختلفه ما بين الكبير والصغير، عشان في اكلات بتبقى محتاجه بصلايه حلوه كده، وفي حاجات بتبقى محتاجين حاجه صغيره، شوربه، محتاجين القوارمه الصغير دوت لو هتعملي اي صواني او كده. فهاتي من ده ومن ده. كمان حاجه، ما نجيبش البصلايه اللي هي مدوره كده، هاتي اللي هي المبططه زي دي كده. بصي دي مبططه زي دي، واخده شكل الدوريه شويه او الكوره، فهاتي المبططه بتبقى احلى من المدوره. وكمان ما تجيبيش اللي هي تلاقي عليها الكربون الاسود ده كده، يفضل تجيبي واحده قشرتها ذهبيه كده وفاتحه وما فيهاش اي حاجه. دي كده ايه تنقيتك في البصل. يلا بقى هقشره ونعمله مع بعض. اول حاجه هتقشريه، بتقطعي طبعا عادي، بتقشريه عادي زي اي بصلايه، بنقطع الجزئين دولت ونشيل القشره الخارجيه. طب لو فتحته ولقيت من تحت القشره اللي تحت عليها الكربون، الطبقه اللي عليها الكربون كلها بتتشال ما بتتغسلش. خلاص الطبقه كلها اللي عليها الكربون الاسود ده بتتشال، مفيش حاجه فيها خالص اسمها اغسلها واشيلها. خلاص صحتنا اولى عندنا من قشره البصل. في معلومه واحنا بنقشر كده نقولها، انت لو هتجيبي مش جمله وانت بتنقي لازم تمسكي كده البصلايه وتدوسي عليها، لو فيها طريه فيها اي رطوبه بلاش، مزرعه بلاش، ام كربونه دي بلاش. ماشي، خدي بالك من الحاجات دي كويس قوي. ولو هتجيبي جمله يفضل بلاش الشكاير الكبيره قوي اللي هي مثلا بتبقى 60 كيلو والحاجات دي، هاتي الصغير. حتى لو جايبه مثلا كعيله وهتقسمه، هاتي الصغير احسن، اللي هو ال10 او 13 على حسب بتبقى الوزنه، ده بيبقى احسن، بيبقى هم فارزينه وبيبقى البصل من جوه نظيف. التاني دوت بيبقى فيه حاجات كتير بايظه، غير ان بيبقى فيه حشرات فما بيبقاش لطيف خالص. احسن حاجه اللي هو ال10 ده بيبقى مفروز ونظيف عشان ما تخسريش فيه كتير. البياع اللي بياخد الشوال الكبير ابو 60 كيلو ده هو بيعرف يظبط اموره، بيحط سعره وبيكسب فيه، وده بيشيل معاه دوت وبيفرزه. في ناس بتشتري المحلات او ناس على قدها بيجيب الحاجات اللي هي اللي فيها اي مشكله، والحاجات الفرز النظيفه بيحطها بيبيعها بسعر عالي، لكن انت جايبه كله للبيت فحرام تخسري فيه. من اهم الحاجات بقى وانت بتنقي البصله نركز مع العرش اللي فوق ده مش اللي تحت ده، يعني الجر اللي تحت ده طبعا بنبص عليه برده ان هو مش بايظ ولا فيه رطوبه واصله له ولا كده، بس العرش اللي فوق ده لازم نبص عليه ان ما فيهوش خشبه من جوه، او البتاعه الناشفه اللي بتبقى واصله لحد نص البصلايه تفضلي تقطعي في البصلايه وتلاقيها من جوه، وبرده بتبقى موصله كربون للبصلايه من جوه زي كده. الجزء اللي هو الناشف دوت نركز قوي، لو انا اللي هنقيه بايدي كله يبقى لازم اخد بالي ان ما اخليش فيه الجزئيه دي. بصوا بتبقى واصله لحد قلب البصله من جوه كده. قشرت كل الكميه ديت، وعشان دموع عينينا اللي بنعمل بيها الاكل ما تبقاش كل يوم، ما هو ما فيش حاجه تستاهل دموع عينينا ان احنا نعيط عشانها كل يوم، يعني مش معقوله نطبخ كل يوم بدموع، فنعمله مره واحده ونخلص منه. انا عملت كل الكميه دي من غير ولا دمعه، جت اخر بصلايه بصوا عيطتني خالص. هروح اغسلهم واجيلكم. في ناس بقى بتحب تغسل البصل وفي ناس ما بتغسلوش، يا ترى انتوا من انهي نوع؟ قولوا لي تحت في التعليقات هل بتغسلوه ولا ما بتغسلوه. بصوا بقى عايزين نفرم الكميه دي مع بعض عشان نخزنها. اول حاجه الكبه اهي، هنبدا ان احنا نحط فيها البصل بحاله، اللي هو الصغير. الكبيره قوي ممكن ان انا اقسمها، انا ما جربتش قبل كده ان انا اعمل فيها الكبيره دي. انا جربت مره واحده الصراحه ما نجحتش، بس كنت مستعجله ان انا اعمل فيها بصل، بس عملت كيلو كده ولا حاجه، كنت بعمل محشي فما يعني ما عرفتش ان انا اصور لكم، فدلوقتي بقى قلت اصوره لكم وانا بعمل. ربنا يستر بس عشان كنت هعور ايدي. هنقطع الكبير كده نصين على طول، والصغير هنحطه زي ما هو.
انا مش عارفه هي تاخد معايا قد ايه. انا المره اللي فاتت عملت فيها كيلو ما شاء الله اللهم بارك، كان طالع ايه هنا كده. قولوا معايا بسم الله كده اللهم بارك عشان الحاجه تطلع جميله. واحده طارت. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي انا مش حامله اكتر من كده. بصوا هو باقي من الطبق الحبه دول، فهنجرب نفرم دولت كده وهيخشوا تقريبا لما دول يكشوا. بس يا رب تفرمهم. فكركم هتفرم كميه ولا ايه؟ تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، اول حاجه لو عايزه البصل بتاعك والخضره، انا لما نزلت البوست بتاع الخضره قلب الدنيا يا جماعه. ناس كتير تقول لي لا الخضره وحشه في الكبه. انا عندي كبتين غير دي الصراحه ما كانوش الطف حاجه في الخضره. في منها اللي كان بيفرم شويه ويسيب الباقي، وفي منها كان بيعصرها ميه. فناس كتير بتقولي انها بتجيب ميه معاهم. مع دي لا. غير كمان ان اتعلمت في الكبه لو هنعمل حاجه ان زي الخضره البصل الحاجه اللي عايزينها تبقى زي التقطيعه بتاعت ايدينا، نقطعها. يعني نقطع في الضربه، ما نخليهاش الضربه متصله، نخليها متقطعه كده. تعالوا نجرب مع بعض. هنعمل اول سرعه. بسم الله. عايزه اوريكم معايا، مش عارفه انتوا شايفين معايا كده ولا لا. اهو شايفين من جوه كده. دي تاني سرعه. بصوا هي انا بمسكها ان انا احركها بس، مش محتاجه طبعا اي مسك زي ما وريتكم قبل كده. انا حبيت اديها تقليبه مع ان هي بتقلب نفسها، بس برضو تقريبا كده كفايه. انا شايفاها اتفرم معايا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا زي تقطيعه الايد بالظبط. بصوا احسن كمان. طبعا زي ما قلنا ان بدل ما كل يوم نعيط عشان نقطع بصلايه للاكله، نعمله مره واحده ونشيله في اكياس، وعلى الاكل على طول نبقى مبططين الكيس كده، نكسر حته من الكيس ونستخدمها وزي الفل. انا بس ريحته دمعتني، يعني انا ما عملتش حاجه، بس هو اما اتفتحت هعيط تاني اهو. مش كل يوم نعيط، تبقى كفايه عياطه واحده في الشهر مثلا، ولا كل شهرين ثلاثه تقريبا. الكميه دي ما شاء الله تقعد. انا مش عارفه ليه محتاسه في نفسي كده، ما اجيب لي طبق ولا حاجه. استنوا وانكستي. عايزه ادلق البصل في الطبق اللي هو كان فيه البصل الكبير، فنحط البصل ده هنا كده على الصينيه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا ما قطعتش معاكم في الضرب، وبصوا ما شاء الله يعني ما قطعتش الفيديو، هتلاقوه متصل مع بعضه. وبصوا اللهم بارك. بصوا الكميه. الطبق ده كبير قوي على فكره، ماشي كبير كبير يعني. استنوا نجيب سباتيولا. ما جبتش سباتيولا، جبت المغرفه بتاعت ايكيا دي، برضو بتلم معايا الجوانب حلوه قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كله اتقطع ما فيهوش اي حاجه قطع ولا كده اهو لحد اخر حاجه. بصوا منزلها لكم كله. بصوا ما شاء الله مفرفط اهو. لا كفايه بقى الريحه كده عشان انا خلاص مش قادره. اول فيديو عيط لكم فيه كده. حطوا ورايا هنا كده عشان نكمل الباقي. بسم الله. هنركب ده تاني الشفرات. خدوا بالكم يا جماعه عشان الشفرات بتاعتها حاميه جدا.
اللهم بارك، بجد شفراتها فظيعه. انا حطيت فين السكينه يا ولاد؟ خلاص بقى احنا اتعودنا. الكبيره بقطعها نصين كده، الصغيره بتنزل زي ما هي. دي صغيره هتنزل زي ما هي. انا بقطعها نصين على فكره، مش يعني كنت الاول عشان الكبه، بس حاليا بقطع نصين عشان اطمن برضو ان جوه البصلايه ايه ما فيهوش حاجه. بس هي الحمد لله يعني فرمتهم كلهم زي ما شفتوا معايا. دول كده اخر حبه معايا. انا الصراحه ما كنتش بخزن البصل، بس انتوا قلتولي تخزين البصل كمان حلو لما كنت بقول لكم على الثوم، فعشان كده ايه هنخزن بقى البصل عشان يسهل علينا وعشان دموع عينينا. يلا نقول بسم الله. لا مؤاخذة. مش عارفه انتوا شايفين معايا ولا لا؟ شايفين طبعا من الجزء ده. في بصلايه انا قافله عليها متعذبه، بصوا خلاص وقعت اهي. كنت قافله عليها الكفر نفسه، فمستغربه ان كله بينزل تحت وهي اللي ثابته فوق. متهيألي كده خلاص، بس عايزه اتاكد عشان ايه اللي كانت متعلقه فوق دي. متهيألي خلاص. بسم الله. بصوا اللهم بارك، بصوا عامل ازاي. وبكده الفيديو من غير مونتاج 10 دقايق، وطبعا انا وقفت كتير في النص وكمان عشان بصور وبرغي ماشي. يعني انتي في الطبيعي كست بيت لو بتعملي حاجه في بيتك، حاجه مش هتاخد معاكي 5 دقايق، كميه بصي قد ايه ما شاء الله تكفيكي كذا شهر. مش هقولك على فكره دي ما تكفيش شهر واحد، دي تكفي ما شاء الله اللهم بارك كذا شهر. بصي هلبس بس جلافز وانزل الحبه دولت عشان خلاص انا مش هعمل تاني، فلازم بقى انزل كله عشان حرام دول يترموا. استنوا بس كده عشان انا ايه كومي اخش فيها وانا بنزل. ما هو مش لازم كل يوم يبقى ايدينا ريحتها بصل، مش لازم كل يوم دموعنا دي تنزل، يعني حرام نبقى كل يوم نعيط كده ليه؟ وبعدين البصل ده من اساسيات الاكل في كل حاجه، معاكي في مكرونه، معاكي في خضار، معاكي في اي حاجه، في محشي، في اي حاجه. شويه مكرونه بشاميل، اللحمه المعسكر، كله عايز بصل. فهتعيطي لما فر فعيطيهم مره واحده كده كل كام شهر احسن ما تعيطي كل يوم. بصوا بقى معايا، بما اني لابسه الجلافز بقى نعمل اللي احنا عايزينه براحتنا. بصي كله ما شاء الله اللهم بارك. بصي فيهوش واحده صحيحه، كله انت هتقطعيه بايدك التقطيعه دي. دموع عينيا خلاص مش قادره. بصي انت هتقطعي بايدك التقطيعه الحلوه دي، وما تنسيش شويه البصل اللي بيبقوا على الشفرات ديت، خديهم بس حاسبي ايدك اوعي تتعوري عشان الشفرات دي حاميه. وبعد ما تنزليهم وتاخديهم، تاخدي كمان اللي موجودين على الغطا بتاع الكبه اهو. ما هو حرام برضو يترموا. البصل علشان تخزنيه هتجيبيه وتقطعيه كده في الكبه وتحطي عليه شويه سكر،
هتاخدي كده شويه سكر وتحطيه على الكميه اللي انت عاملاها، وهنحط عليه كمان شويه زيت، وبس كده. هتقلبيهم في بعض وفي اكياسك وعبيهم وحطيهم على الفريزر. وانت كده خزنتي معاكي بصل وبراحتك، وقت ما يغلى بقى هو يغلى براحتك. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، واستنوني فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه. يلا باي، ما تنسوش اللايك والشير. حلويات.